الاستفتاء الأولاني الرسمي اللي عمله النظام حرص فيه على إنه يحصل على نعم عنوة رغم أنف الشعب بأي طريقة بالتزوير، بإنه جلب ناس للمدن من مناطق ريفية كتيرة تقف في الطوابير قدام الناس وتدخل جوه على أساس بتدور على أرقامها بالشكل اللي عطل فيه ناس كتير جدا عن أداء أصواتهم. في مدارس بالكامل اتقفلت دون أداء الناس لأصواتهم. يعني هذا الاستفتاء باطل باطل. ثم إنه شعب المحلة النهارده بعد إعلان النتيجة، بالرغم من إنه نسبة النتيجة لا أكبر من نسبة نعم، إلا إن شعب المحلة حزين ومتألم جدا من إن النتيجة تطلع 57%، في حين إنه 90% من الناس أو أكثر قالوا لهذا الاستفتاء البغيض لا، لأنهم مدركين. قالوا لهذا الاستفتاء البغيض لا، لأنهم مدركين إنه الدستور ده دستور غير توافقي، دستور ظالم، دستور يعيد الوطن 1400 سنة لورا، دستور ما فيهوش أي حقوق اقتصادية أو اجتماعية للمواطنين، دستور فيه فرصة لتشكيل جماعات من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمحاربة المواطنين وإجبارهم على تنفيذ تعليمات معينة. فهذا الدستور رفضوا شعب المحلة بالكامل. النهاردة جاي شعب المحلة لكي يثبت للنظام ويثبت للعالم كله انه قال لهذا الدستور البغيض لا. النهارده جاي شعب المحلة كله بالكامل علشان يقول للدستور ده لا. وانا بهذا الصدد وبعد ما شفت النهارده دموع الناس وهي جايه تقول لا لهذا الدستور، بقول للنظام وبقول للدكتور مرسي احنا مش ضدك بشكل شخصي، مش ضد الشرعية، مش ضد الشريعة، مش ضد الإسلام. احنا شعب مسلم، شعب مؤمن بالله، لكنه في نفس الوقت مؤمن بالديمقراطية، مؤمن بالحرية، ومؤمن بالتوافق، ومؤمن بالمشاركة، ولا يستبعد أحد. الإخوان والسلفيين والليبراليين والعلمانيين والاشتراكيين والناصريين والشيوعيين كلهم يشاركوا في صنع مستقبل هذا الوطن. لما الكل يشارك بهذه الطريقة الوطن يرتقي ويرتفع ويمشي نحو الشمس بخطى واسعة. لكن الاستئثار بالسلطة ومحاولة ويمشي نحو الشمس بخطى واسعة، لكن الاستئثار بالسلطة ومحاولة التربية والتعليم. بالنسبة للاستفتاء على الدستور، ما نقدرش نقول ان هو نجح في المرحلة الأولى بتاعه، لأن المرحلة الأولى بتاعته وضحت تجاوزات كبيرة جدا، وطبعا القنوات التلفزيونية والناس كلها شاهدت هذا بنفسها. يعني مفيش حد يقدر يقول أبدا ان كانت ماشية بطريقة سليمة أو فير، ما كانتش فير أبدا. وده طبعا احنا شهدناه بنفسنا ومارسناه بنفسنا وشفنا بنفسنا، وانا نفسي واحد من نتعرض لوقوف حوالي 3-4 ساعات على ما نوصل للجنة انتخاب، وبعد كده يوقفونا ونرجع تاني ونروح تاني عشان نزهق وما نروحش. بسم الله الرحمن الرحيم. انا محمد انور، عضو ائتلاف شباب ثوره الشراره بالمحله الكبرى. اولا احنا شاركنا في الاستفتاء الدستور عشان نعلن ان احنا اغلبيه الشعب المصري كان بيقول لا. احنا في كل مسيرتنا الرافضه للدستور كان كل الناس في كل حته وفي كل مكان كانوا بيشاورونا ان هم ينزلوا يقولوا لا. اما يطلع في النهايه التصويت في المحله او في محافظه الغربيه لا بنسبه 52%، يبقى المعنى المعروف ان الموافقين نسبه 48%. فالنسبه دي نسبه مشكوك فيها. ناس كتير اكتشفت تجاوزات كتير قوي في الانتخابات. البطاقات كلها كانت غير مسوده، كانت غير مختومه. كان في اهمال من القضاه، كان في طبعا اهمال من القضاه عشان هم كانوا قضاه قليلين. كان في يشوبوا التزوير، كان في ناس كتير داخله الاستفتاء ومش عارفه هي داخله تقول لا ولا نعم. كان في اخوان كتير كانوا متلفين حوالين الناس اللي داخلين يستفتوا بيقولوا نعم الاستقرار. كانوا بيستغلوا نقطه ان ما تقفش نعم مسيحي. بالعكس الدستور اي دستور في العالم المفروض ما بيفرقش ما بين مسلم وما بين مسيحي وما بين اي ديانه.
هو احكامه وكلامه كله عن المواطن المصري. اخوان كتير كانوا بيتكلموا ان انا لو قلت لا يبقى انا ضد الدين وضد الاسلام، مع العلم ان احنا قرينا ال 236 ماده كلهم، مفيش ولا ماده فيهم بتتكلم عن الشريعه، مفيش ماده بتتكلم عن الزنا، مفيش ماده بتتكلم عن الربا اللي احلها مرسي وكان محرمها قبل كده، مفيش حاجه خالص بتتكلم عن الشريعه، بدليل ان الشيخ مصطفى العدوي اتكلم وقال ان اللي هيشارك في الاستفتاء بنعم فهو آثم. انا طبعا بتدخل الدين في السياسه، بس انا بتكلم ان هو راجل دين من عندهم، وقال ان هو اي شخص هيشارك بنعم، وهو في دماغه ان هو كده بينصر الدين، هو كده بينصر جماعه ظالمه، جماعه بتعتمد على قلوب الناس، وبتعتمد على فقر الناس، وبتعتمد على الحس الديني عند الناس، وعلشان تجيبهم عند الدستور وتقول لهم قولوا نعم علشان الدستور بينصر شرع ربنا. احنا شاركنا هنا في الاستفتاء الشعبي، احنا حاولنا نوصل صوت من خلال الاستفتاء الشعبي ان اهو الشعب المصري، الشعب المحلاوي خرج كله يقول لا، خرج وكله يقول ان انا الاصوات اللي اتزورت في الانتخابات انا هنا بديها للمره الثانيه، بس استفتاء شعبي، الشعب هو اللي بنفسه بيعمل استفتاء لنفسه، هو اللي بيقول لا بنفسه، مفيش حد بيزور صوته، مفيش حد بيضغط عليه، مفيش حد بيجي عليه ويقول له لا ده الدين بيقول نعم او لا، الدين بيقول اقرا، الدين ما بيقولش روح قول نعم ولا قول لا، الدين بيقول اقرا. مجمل الموضوع كله، انا رايي في كل عمليه الاستفتاء عموما وكل اللي بيحصل في مصر ما هو الا تمرير لدستور الاخوان المركون من 80 سنه. الاخوان لهم دستور، هو ده الدستور بتاع الاخوان المركون من 80 سنه. الاخوان بقى لهم 80 سنه عايشين في الجحور وعايشين في المخابئ وعايشين في السجون. فجاه لقوا نفسهم بقوا ماسكين سلطه في البلد، فجاه لقوا نفسهم حاكمين بدل ما يقفوا ضد النظام اللي كان ظالمهم او بيزاحمهم في الانتخابات، لا ده وقفوا قصاد الشعب اللي اصلا قام بثوره وخرج الحيوانات القذره دي من مخابئها وخرجهم من البلاعات. هم ما لهمش مكان غير السجون. وقريب جدا 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 انا بقول لمرسي وبقول لجماعته وبقول لمحمد بديع وبقول لهم انتوا نظامكم خلاص بدا يتهاوى، بدليل ان محمد مرسي في خلال ال5 اشهر اللي فاتوا كان بيطلع أنا محسن محمد البسيوني من معتقلين الثورة بأحداث مجلس الوزراء، ومؤسس رابطة معتقل الثورة. طبعا احنا من مدينة المحلة، المدينة المستقلة اللي أعلنت استقلالها عن نظام المرشد. قلنا بصوت عالي لأ، ورفضنا دستور المرشد اللي متعاص بدم المصريين سواء في الاتحادية أو في التحرير أو هنا كمان في المحلة يوم الثلاث الأسود. بصفة عامة البلد كلها قايلة لا. نسبة 57% اللي بيتكلموا عنها دي نسبة باطلة مزورة. أنا كواحد من الناس طابور طويل عريض مفيش منهم الا كانوا 3 بس نعم والباقي كله لا. فانا جاي هنا اهوت في الاستفتاء الشعبي دهوت علشان اقول كلمه لا بصوت عالي لدستور المرشد، ولا المرشد نفسه، ولا للمرسي نفسه، وكمان لا لحكم الاخوان وتأخرهم في الدوله. اسمي داليا محمد اسماعيل من حركه غضب. هنتكلم دلوقتي النهارده عن وضع البلد. بالنسبه لوضع البلد طبعا احنا عارفين ان اغلب الاستفتاء دايما بتكون مزور. طبعا احنا النهارده حابين نعمل استفتاء في المحله خاصه علشان طبعا نثبت لهم ان المحله بالنسبه للاستفتاء طبعا نسبه الاغلبيه ممكن تعدي ل 52%. ده طبعا ممكن ما يعتبرش طبعا دليل قاطع قوي على ان في تزوير، بس على الاقل بنسبه حتى ولو حاجه بسيطه ان البلد فيها تزوير عادي. اما بالنسبه لحكم مرسي في البلد طبعا حكم باطل، سقطت شرعيته من زمان طبعا من قتل المتظاهرين. احنا نزلنا طبعا بنطالب بحقوق الشهداء 19 نوفمبر ذكرى محمد محمود. اتضح لنا ان لسه الداخليه هي مفيش منها تغيير، بالتالي مفيش
اي حقوق من حقوق الثوره اللي احنا بنطالب بيها، مفيش اي منها حقوق اتحققت لسه، وما زال لسه ثوره مستمره علشان خاطر نحقق الحقوق ديت. عيش حريه، عداله اجتماعيه، كرامه انسانيه، وحقوق الشهداء. طبعا الشعب لسه